المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم من الفضائية الإرثية. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، معكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها بالعناوين. إصابة 13 مواطن بكورونا اليوم. السفير محمد سليمان يلتقي وزير خارجية أوغندا. نمو المزارع جيدا في مندفرة. بوتين يشيد بقدرة موسكو وأنقرة على إيجاد تسويات بينهما خلال استقباله أردوغان. باريس تعيد سفيرها إلى واشنطن بعد أزمة الغواصات. السلطات الأردنية تعيد فتح معبر جابر نصيب الحدودي مع سوريا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشر، نستهلها بهذا الإعلام من وزارة الصحة. أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل في الإقليم الأوسط إصابة 13 مواطن فيروس كورونا في العاصمة أسمرة. في غضون ذلك شفي 6 مريض كورونا، 4 من الإقليم الأوسط و2 من إقليم القاشبركة، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6722. شفي منهم 6635، وتوفي 42 مريضا، فيما لا يزال 45 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 30 من سبتمبر 2021. التقى سفير إريتريا في يوغندا السيد محمد سليمان بوزير الخارجية اليوغندي الجنرال أبو بكر جاجي دونغو، وبعث تطوير العلاقات الثنائية. وقيم اللقاء الذي جرى يوم أمس في كامبالا السير الجيد للعلاقات الإريترية اليوغندية، وتوصل إلى تفاهم للدفع بها قدما لأعلى المستويات. كما تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تطورات أوضاع القرن الإفريقي. وذكر وزير خارجية يوغندا المساهمة الهامة للإريتريين المقيمين في يوغندا في اقتصاد البلاد. أفاد مكتب وزارة الزراعة في مديرية مندفرة النمو الجيد للمزارع في المديرية نتيجة لغزارة الأمطار. وأوضح مسؤول المكتب السيد برخت السلاسي أن أمطار الربيع لم تكن بالمستوى الجيد، غير أن أمطار الخريف التي بدأت من شهر يوليو وحتى منتصف سبتمبر هطلت جيدا وبلغت أكثر من 800 ملم، ووصول معظم المزارع الخريفية إلى مستوى الإثمار. وحول المحميات والمراعي ذكر ضمان علف المواشي لنمو الحشائش جيدا في المراعي، فضلا عن النمو الجيد لأكثر من 170 شتلة أشجار غرسها الطلاب في العام الصيفي. من جانبه أوضح مدير مديرية مندفرة السيد هزقيا صهبت فعالية العمل الزراعي نتيجة الاستعداد المسبق للمزارعين ومتابعة نشاطهم الزراعي، وأشار إلى امتلاء السدود والحفائر بالمياه ونمو المياه الجوفية وضمان المياه للشرب والسقي والري. ودعا المزارعين للإسراع في الحصاد توقيا من الآفات الزراعية والأمطار الشتوية. اختتمت اليوم 30 من سبتمبر الدورة التأهيلية التي نظمتها وزارة الإعلام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة مع منظمة التنمية التابعة للأمم المتحدة UNDP بهدف رفع مستوى وكفاءة الصحفيين لتطوير الإنتاج الإعلامي بصورة واسعة. وقد شارك في هذه الدورة التأهيلية التي قدمت لفترة 6 أشهر بإشراف خبير كيني 93 عضوا من مختلف فروع وأقسام الوزارة. وقد تركزت الدورة على أخلاقيات الصحافة وتفعيلها وعناصر وتحرير الأخبار والتصوير الفوتوغرافي وأهميته، وتقديم النشرات الإخبارية والتصميم الصحفي وسبل الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل محتوى الوسائل الإعلامية وكتابة الأخبار والمعلومات الصحيحة وأهمية الدراسات، وإعداد مسودة ما قبل العمل.
وأكدت منظمة التنمية التابعة للأمم المتحدة في مراسم التخرج على العمل بالتعاون مع وزارة الإعلام لتنظيم دورات تأهيلية لتقوية قدرات وكفاءة الصحفيين وتطوير القدرات المهنية البشرية وقدرات الأعضاء بما يواكب التكنولوجيا. في الختام قدم وزير الإعلام السيد يماني جبر مسقل ومنسق مؤسسات الأمم المتحدة في إريتريا أماكوي ساندن والسيد جيمس القائم بأعمال منظمة التنمية التابعة للأمم المتحدة الشهادات على المتخرجين. هذا وسوف يتواصل الجزء الثاني من هذه الدورات خلال الأشهر الستة القادمة. تبرع الإريتريون في الدول الإسكندنافية لصندوق أمانة الشهداء بموجب التعهد بمناسبة 20 من يونيو 2021 لتنمية الصندوق. وقدم الإريتريون في السويد والنرويج والدنمارك مبلغ 400,758 كرونر عبر اللجان الشعبية في المدن ولجنة الاحتفالات والمشاركة في مسيرة المشاة بمناسبة 20 من يونيو والاتحادات والتنظيمات الوطنية. وأفادت السفارة الإريترية بأن الإريتريين في مختلف المدن النرويجية تبرعوا ب33,037 كرونر والمقيمين في أوسلو ودواحيها ب85,190 كرونر والمنضوين في الاتحادات والتنظيمات ب17,000 كرونر و915، أي ما مجموعه 136,142 كرونر. وتبرع الإريتريون المقيمون في الدنمارك عامة ب23,000 كرونر والإريتريون المنضمون في الاتحادات والتنظيمات في السويد ب294,287 كرونر. ومن المواطنين عامة 169,480 كرونر. وكان الإريتريون المقيمون في الدول الإسكندنافية قد تبرعوا بمناسبة عيد الاستقلال عام 2020 بمبلغ 496,280 كرونر لنفس الهدف. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، تناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان العلاقات بين بلديهما والتي اتسمت بصعوبات عدة خلال السنوات الماضية، مشيدا بقدرتهما على التوصل إلى تسوية. وأثناء استقبال أردوغان في سوتشي صرح بوتين قائلا: أحيانا لا تكون المفاوضات سهلة لكنها تختتم بنتيجة إيجابية. لقد تعلمت أجهزتنا إيجاد تسويات مناسبة للطرفين. من جانبه قال أردوغان: أعتقد بوجود فائدة كبيرة في مواصلة تركيا وروسيا تعزيز علاقاتهما. وتربط روسيا وتركيا علاقات معقدة تتأرجح بين التنافس الإقليمي والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة، لكن شهدت علاقاتهما تقاربا على خلفية التوتر بين موسكو والغرب والعلاقات التي تزداد حدة بين تركيا وحلفائها في الحلف الأطلسي. وأثار بيع روسيا النظام الدفاعي S-400 المضاد للطائرات إلى تركيا غضب الولايات المتحدة. أما اقتصاديا فإن مصالح مهمة تجمع بين أنقرة وموسكو لا سيما في السياحة والصادرات الغذائية. عاد سفير فرنسا لدى الولايات المتحدة فيليب إتيان إلى واشنطن بعد أسبوعين على استدعائه إلى باريس إثر اندلاع أزمة غير مسبوقة بين الحليفين المقربين. ووصل السفير إلى أحد مطارات العاصمة واشنطن وفق ما أعلنت السفارة، وشكل استدعاءه إلى باريس التشاور بقرار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 17 من سبتمبر سابقة بين فرنسا والولايات المتحدة. وجاء رد الفعل الفرنسي الذي يعتبر الأكثر حدة احتجاجا على الشراكة الجديدة التي كان أعلن عنها قبل يومين من ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن بين بلاده وكل من إسرائيل والمملكة المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وما نتج عنها من إلغاء لعقد
ضخم أبرمته باريس مع كامبيرا لبيعها غواصات فرنسية. وكانت الحكومة الفرنسية نددت إثر ذلك بطعنة في الظهر وبقرار قاس، وشبهت أسلوب الرئيس الأمريكي بالنزعة الأحادية لسلفه الجمهوري دونالد ترامب. فتح الأردن من جديد معبر جابر نصيب الرئيسي مع سوريا بالكامل، فيما يمثل دفعة لاقتصاد البلدين الذي يواجه صعوبات في أعقاب تحرك من جانب دول عربية لإعادة دمج سوريا التي نبذتها تلك الدول خلال حرب أهلية استمرت 10 سنوات. وحرص أفراد الشرطة على تفتيش السيارات والحافلات والشاحنات لدى العبور مستعينين بالكلاب، كما اصطف طابور من سيارات الأجرة للمرور بركابها عبر وحدات الجمارك والهجرة. وتعول سوريا التي تقول أن العقوبات الغربية هي السبب في مشاكلها الاقتصادية أن يسهم توسيع روابطها التجارية مع الأردن في التعافي من آثار الحرب المدمرة وجذب العملة الأجنبية التي تحتاج إليها بشدة. وكان مسؤولون في الأردن ولبنان طالبوا الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات على سوريا لتسهيل حركة التجارة. الخبر الأخير: قضت الأربعاء محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بإيقاف سريان الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية، بسبب أنه تم إبرامها بدون قبول سكان منطقة متنازع عليها في شمال غرب أفريقيا الصحراء العربية. وكانت جبهة البوليساريو قد عارضت الاتفاقين في السابق، واشترطت الحصول على موافقة الشعب الصحراوي قبل إبرامهما، كما رفعت دعوى أمام محكمة أوروبية مطالبة بإبطالهما. ويسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية ويعتبرها جزءا من أراضيه بعد حرب دامت 16 عاما مع جبهة البوليساريو التي تسعى للاستقلال. ووصفت الجبهة التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية الحكم بأنه نصر كبير للشعب الصحراوي، لكن المحكمة قالت أن إلغائها للاتفاقيات لن يسري على الفور، لكن بعد مدة شهرين لتقديم استئناف أو بعد صدور حكم نهائي إذا جرى تقديم الاستئناف. ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أهم وأبرز العناوين. إصابة 13 مواطن بكورونا اليوم. السفير محمد سليمان يلتقي وزير خارجية يوغندا. نمو المزارع جيدا في مندفرة. بوتين يشيد بقدرة موسكو وأنقرة على إيجاد تسويات بينهما خلال استقباله أردوغان. باريس تعيد سفيرها إلى واشنطن بعد أزمة الغواصات. والسلطات الأردنية تعيد فتح معبر جابر نصيب الحدودي مع سوريا. هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.